أجيب لك مثال. خال الأب يعني شنو؟ خال الأب يعني السواد الموجود على الشفة. يعني السواد مكان ثاني لا ما يعجبك. يعجبك السواد على الشفة حتى تبين جمال الشفة. مو شفة بدون سواد تحت الشفة بدون سواد هذا شلون؟ إذا كان بياض ناصع. أقول لك الحين مثال هذا اللي يجمل وجهه. عندنا لوحة جميلة جدا جميلة رسمها رسام ألوانها كلها فاتحة. طالعها تخليها على حائط الحائط هم فاتح. واحد يقول له تبي اللوحة تصير جميلة أجمل خليها بالرواز أسود. صحيح؟ واللي يجمل هذه اللوحة والله جميلة. أمس ما كانت جميلة اليوم صار شنو؟ ليش صارت جميلة؟ هاي السواد هو اللي جمل هذا البياض. إذا قبل الإمام الحسين سلام الله عليه بأن يأتي السهم إلى نحر الطفل الرضيع وتحمل هذه المصيبة لأن الجمال يظهر بهذه المصيبة. تحمل هذا الشيء، عشق هذا الشيء، أنا أعشق هذا الشيء. ما رأيت إلا جميلا. جميلا لو مو هالحوادث كان ما كان جمال. شلون جمال؟ اللوحة ما شايفينها احنا. وتشوف اللوحة شقد جميلة. اللي جمل لوحة الإنسانية من يوم خلق الله آدم إلى يوم القيامة هو سيد الشهداء وحوادث عاشوراء. يعني حوادث عاشوراء كلها تمثل الخال اللي على شنو؟ على الشفت لوحة الله سبحانه وتعالى. الحسين يقول أنا أعشق هذا الخال. هاي يعجبني أنا. عجيب. رضا المبارك ما دام أنا بجمل لوحة الوجود والله خلى أنا أجمل. ولهذا الجمال اللي نشوفه في العالم ببركة شخص سيد الشهداء أبي عبد الله. تقطير الولد إربا هذا جمل اللوحة اللي رسمها الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول من دخل لما تهدوست قرفتار شباب. أنا عشقت هذا الشيء. من يعشق المصائب الحسين عشق المصائب ما دام هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ما دام أنت تريد هذا الشيء ينظر المستقبل بصيرة عنده. أما إذا واحد ما ينظر إلى اللوحة الكاملة لا يقول والله شوفوا هذا السواد والغاز شو فايدة تخلينا هنا؟ وهالنقطة ليش هذه السوداء موجودة؟ لا لازم أول شيء تشوف اللوحة كاملة. الإمام الحسين شاف اللوحة بالكامل. زينب كانت عندها بصيرة. أبو الفرق عنده بصيرة. زينب عندها بصيرة. يوم طالعت شافت ما شاء الله ايش هاي اللوحة جميلة. طالعت إلى وين؟ إلى دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى الرجعة، إلى هلاك الأعداء بعدين، ثم قضية البعث والنشور والقيامة والجد. شافت هذه انفتح لها أفق كامل. صريح الكلمة تقول لا تبالغ ما رأيت إلا جميلة. شوف الجمال شلون؟ من بخال لما تيدوس گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. هل بیمار شدم حلوه. میگن بعضی وقتا میگن چشم خمار توی اصطلاحات مده. این عجیبه. نگاه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشی چشم ما کنند؟ شو بعض الأحيان قد انتم جربين ولا النظرة عجيبة. النظرة بين واحد يلقي لواحد نظرة يقول والله عجيب شو طالعني. نعم شوف واحد طلع واحد شو في هذا؟ شوف فرق شلون؟ بعض النظرات تسوى الدنيا وما فيها. يقول خليني أجيب لك مثال. بعض الأحيان في ولد جاي يقرأ القرآن أبوه يدخل صوته عادي هو الآن بس يوم أبوه دخل طالع هو ولد جاي ما يعرف الناس ما يعرفون هذا أبوه هو يعرف بس. شو تغير صوته عجيب. شوف الصوت الناس يستغربون وقال يخلد
شلون طلع زين؟ الإمام الحسين يقول أنه بعين الله، يا إلهي جد علمني أنت نظر العشق، أنا أسوي تبي أبدع في اللي تبي بعد إبداع. الإمام يقول كشف الإمارة ترى إذا شفت أنت تعشقني أنا هم توجهت لك. في شعر فارسي يقول ميانة، طلبوا مني بعض الأخوة إذا أتكلم بالفارسي أرجوكم، أنا الحين جاي أجمع في الواقع، بعضهم قال 75 فارسي 25 عربي، أنا حكيت 2% فارسي مو 2%. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول ميانة عاشق ومعشوق رمزيست، اكو رمز بين العاشق والمعشوق، هالرمز اكو اسرار موجوده بين الحسين وبين الله. كذا انا انك مشتغل بجلاله، ايش عرف هذا اللي جاي يسحب الجمل هو عاشق قاعد على ذلك الجمل، والمعشوق قاعد على شنو؟ الجمل الثاني، بينهم رموز تتبادل. ايش عرف هذا؟ ايش عرفنا احنا؟ اكو ارتباط بين الحسين وبين الله، ايش عرفنا احنا شو القصه؟ قصه فوق ما نتصور. سلام الله عليك يا ام عبد الله. وايضا بين الحسين وبين العباس اكو رموز موجوده، بين زينب وبين العباس وبين اصحاب الليله بين الحسين. عشق، هنا مصارع العشاق. كلمه لامير المؤمنين سلام الله عليه. فنحن نريد ان نصل الى هذا المستوى. البحث طويل لا اطيل عليكم الحديث. الامام يقول حافظ على سلطان نفسك، انت من نفسك. خساره والله الشباب خساره. ترى العمر ما بيرجع. لو واحد يجرب عنده عمرين، عمر يجرب به، عمر ثاني شنو؟ يطبق. وايد زين. نجرب مره واحده زين، بس مره واحده خلاص انتهت المساله. مو خساره واحد يضيع عمره بس في شيء عاشق تافه قاعد برا بس بعدين ويتكلمون كلام هذه خساره. تاسف ترى. اسال الكبار موجودين، اسالنا احنا، اسال اي واحد قول له الحين عمرك كم؟ يقول انا 50 سنه 40 سنه. قول له انت مرتاح؟ يقول متاسف. لو كنت لو كلهم يقولوا لو. اذا لو يلا طبق، تقول له ممكن تصير مكانه طبق. تاسف. مو كل شيء علوم تدرس فيزياء كيمياء رياضيات وتشتغل تحلك كم فيز شغل من الصبح للمغرب وتجيب بيت تعبان تدفع تخدم ناس فسقه، تخدمهم شركه فاسقه، بعض الشركات صهاينه. عمرك يروح على اساس هذا الانسان بيشتغل له. زين على الاقل استفيد من الفرصه. الواحد ما في مجال. لا، اول شيء يقول لك بالبدايه لازم ترتب وضعك. اذا ما رتبت وضعك التخصص شنو راح تحت التخصص؟ اذا رحت الحين، اذا رحت خلاص شيخنا انتهى. اقول زين الان استفيد من الباقي من عمرك، الفرص اللي عندك في الطريق ترجع، لا تسمع اي شيء. اقول لك هاي نقطه، لا تسمع اي شيء، اسمع شيء يفيدك، اسمع كلمات، لا تطلع اي كتاب. تشوف تحس انه تغيرت، الانسان يتغير ترى، يذوب في اهل البيت. الحمد لله انتم تايبين فطريا، بس خليك تكون على بصيره. هالمره بعد ما حد يرجعك خلاص. تكلم معك واحد تقول روح اخوي، اصلا ما حد يقدر يغيرك. شوف شبابنا بعض الاحيان ايام عاشوراء زينين، ما يطلعون تغيرون. ليش؟ بعضهم يعني لان قضيه آنية صارت. لا، إذا صار قوي إنسان بنيته قوية خلاص مستحيل تغير. المهم فلازم تركز على هذا الجانب. أهل البيت هو وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء. كل شيء هالك إلا وجهه. بعض الناس يقول ليش الإمام الحسين اسمه باقي؟ الجواب